تحول الهدوء الليلي في كاراكاس إلى جحيم متقد. قصف أمريكي منسق استهدف 4 مناطق حيوية في آن واحد: العاصمة وميراندا وأراغوا ولاغوايرا. الطائرات الحربية حلقت على ارتفاعات منخفضة، وهليكوبترات تشينوك نفذت عملية إنزال خاصة. شهود عيان رووا أن الأرض اهتزت وشعروا بصدمة الهواء تضربهم ب7 انفجارات على الأقل دمرت قاعدة فورتي تيونا ومطار هيجيروتي ومحيط القصر الرئاسي الفنزويلي. الرئيس الأمريكي ظهر عبر منصته على تروث سوشيال معلنا أن الولايات المتحدة نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق، بالإضافة إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ورحلا إلى خارج البلاد بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون وقوات دلتا الأمريكية. العملية بحسب ترامب استغرقت أشهرا من التخطيط. الحكومة الفنزويلية من جهتها اتهمت واشنطن بانتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة وبالسعي للاستيلاء على النفط والمعادن. وقبل إعلان الاعتقال أعلن مادورو الطوارئ ودعا لتفعيل قوات الدفاع الشعبي، لكن العملية الخاطفة حسمت الأمر قبل أي رد فعل حقيقي. أما وزير الخارجية الفنزويلي فتوعد بممارسة حق بلاده المشروع في الدفاع عن سيادتها. خبراء عسكريون أكدوا أن الحشد العسكري الضخم لم يكن للعرض، فترامب كان مجبرا على اتخاذ القرار. الصورة الأوسع يراها مختصون في أن واشنطن كسرت ظهر الجبهة الفنزويلية التي أرادت تغيير نظامها لإنهاء نفوذ المخدرات بحسب ترامب، لكنها بذلك قضت على حليف استراتيجي لدول كالصين وروسيا من وجهة نظر تشاهد المعادلة وتربطها في الصراع الدولي بين القوى الكبرى.